السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي المشاهدين قناة الحياة الريفية. اليوم رجعت لكم بوجبة جديدة مال الخياط مالتي، إن شاء الله تعجبكم. وهاي غفورة، هذه اللي مسويتها التلبيسة إلها، هاي من ضمن الخياطات. وهسه إن شاء الله تشوفون الخياط البقية. هذا عندي فصال هنا، أنا ما أفصل بالقياس، أفصل بإيدي. المتن يجي شبر، وهاي شوية أتركها للخياط أو للقص. وعندي أنزل حفرة الردن همين شبر وفتر، وأوفن أترك شوية للقص أو للخياط حتى ما تصير عندي ضيقة. هاي بداية الخياط، أقول عفو الفصال مالتها. وهاي الحفرة مالت الرقبة أو الصدر، أسويها 4 أصابع همين أحفرها. بس أنا راح أسوي هذا طعمنا بكيبور، فما يحتاج شو اسمه قصة الصدر، ولا يحتاج الحفرة، لأن راح أخلي له كيبور أسود. وهاي مشاهدين الحياة الريفية، هسه هذه كملته، وهذا الفصال مالته، وهذا الكيبور والتطعيم مالته. بس هو باللبس يكون أحسن، لأن أنا ما عندي ملكانة فخليته هيك. وهنا هاي عندي خياطة فستان، وهاي البزمة. فما أطول عليكم بالفصالات كلهن أنشرهن، بس نشرت لكم فصال واحد. وبعدين الخياطات اللي أخيطهن من أخيطهن وأكملهن إن شاء الله أعرضهن عليكم. هذا واحد، وهذا واحد اللي قماشه هو ليلن، فخيطت لها ردن قصيرة وزخمة دائرية، وخليت له دقم، خياط بسيط. بس إن شاء الله يا ربي يكون سهل على اللي يخيط. عندي بعد واحد همينه خيطته، لأن تعرفون قناتي أنا دائما أنزل بيها شغلات إن شاء الله تكون سهلة عليكم. وهذا آخر واحد عندي خيطته خرطة، يعني بسيط كلش، كل شي ما بيه، وكلش سهل. إن شاء الله يعجبنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.